قسما 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 يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير. مستمرين زي ما احنا، والنهارده معانا قصه جميله. بس قبل ما نحكي قصتنا دي صلى على النبي الاول. لا انا واقف مستنيكم تصلي على النبي. صلى على النبي كمان مره. كان في شاب في مقتبل العمر راح للشيخ بتاعه في الجامع وقال له: يا شيخ انا عايز اشوف النبي في المنام، اعمل ايه؟ انا عايزك ترشدني ازاي اشوف. فالشيخ قال له: يا ابني الحل سهل وبسيط. طالب قال له: طب ايه هو؟ قول لي عليه. الشيخ قال له: اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان الشاب ده روح بيتهم وفضل يصلي على النبي. المهم ان صاحبنا ده برده ما حصلوش حاجه. راح للشيخ وقال له: يا شيخ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ قال له: انا صليت على النبي وما شفتوش. فالشيخ قال له: انت ازاي بتصلي على النبي؟ راح الشاب قال له: انا بقول زي ما الناس كلها بتقول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالشيخ قال له: اذا اردت ان تصلي قم بتشديد الميم بمقدار حركتين. قال له: ده من باب التعظيم، اللي هو حاول تكون مختلف، مش اللي هو انت بتقول جملتين وخلاص. المهم ان الشاب ده مشي ورجع للشيخ بعد فتره، وبعد ما رجع قال له: يا شيخ انا الحمد لله ربنا كرمني في النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا برده ننتقل لحاجه ثانيه. برده كان في واحد في القريه كان بيؤمن بقوه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيقدس النبي صلى الله عليه وسلم وبيكرمه في حياته اليومية. كان بيصلي على النبي في كل صلاة، كان بيبذل مجهود كبير عشان يتعلم سيرته وسنته. يوم من الأيام القرية تعرضت لحادث طبيعي خطير جدا، واللي كان في كمية فيضانات في قلب القرية دي رهيبة، اتسببت في دمار شامل، وكتير قوي من البيوت والمزارع اتضررت. تعطلت الحياة اليومية للسكان بتاعت القرية دي. الناس تعبت وما بقوش عارفين يعملوا ايه، الا ان صاحبنا ده فضل مستمر بالصلاة على سيدنا النبي. يا عم صلى عليه. عشان بعد كام يوم من الدعاء والصلاة على سيدنا النبي بدأت المياه انها ترجع تدريجيا. الفيضانات اللي كانت مبهدلة الدنيا ابتدت تنحصر وتمشي واحده واحده. ولما الناس رجعوا لقريتهم زي ما بيقولوا كده، ده في معجزه حصل، ده في بيوت ما اتدمرت. لما سالوا الناس عن ايه هو السبب اللي ما خلاش القريه بتاعتكم دي تروح من على وش الدنيا، قالوا له: دي اكيد نعمه من عند ربنا، دي معجزه. لكن صاحبنا ده كان بيعلم انها ببركه الدعاء لله والصلاه على سيدنا النبي. طبعا كلنا عارفين القصه بتاعت السمكه والخاتم واليهود. طبعا ما ننساش نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبس كده، دي تكون نهايه الحلقه النهارده. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.